عضلات الكتف يا صديقي من أهم العضلات اللي موجودة عندك في جسمك. الكتاف العريضة هي اللي بتدي شكل جسمك الفي شيب وبتخلي الوسط باين أصغر. بس تمرين الكتف يا صديقي مش زي أي عضلة تانية. الكتف بيشتغل في 3 أبعاد، وكمان مش عضلة واحدة، ده 3 عضلات مختلفة. اهلا بيك يا صديقي الفورمة في حلقة جديدة من قناة ورك اوت ام فيت. وفكرة القناة ان انا بقدم لك فيها كل يوم معلومة رياضية وطبية جديدة وبطريقة سهلة وبأحدث الاساليب العلمية. فلو حابب تفيد نفسك وجسمك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. خلينا نخش في المهم، وهو اللي فرونت ديلت، وده اللي بيطلع فيها دراعك لقدام ولفوق. تاني حاجة وهو الميدل ديلت، وهو الكتف الجانبي. تالت حاجة وهو الرير ديلت، وده هو الكتف الخلفي. وكل عضلة من دول محتاجين تمرين مخصوص ليهم. عارف انت صديقي اللحظة اللي بتبص فيها في المراية وبتحس ان ناقصك حاجة معينة؟ ممكن تكون هي دي، وهي كتافك يا صديقي. مهم كمان جدا اننا نتمرنهم بامان، لان عضلات الكتف دي بتدخل في تمارين كتير جدا لعضلات تانية. يعني لو حصل لك اصابة في الكتف لا قدر الله ممكن تأثر على تمارين تانية في الجسم كله. علشان كده يا صديقي السلامة اهم من التمرين نفسه. وفي الفيديو ده هنوريك شوية افكار تساعدك تتجنب الاصابات، وكمان هنعلمك ازاي تمرن العضلات الصغيرة اللي تحت الكتف وتدعمه. كمان هنركز ازاي نكبر حجم الكتف عن طريق تمرين كل عضلة لوحدها. فانا عايزك تركز معايا ومش عايزك تتمرن اسبوع وتوقف شهر. عايزك تبني جسم يعيش معاك يا صديقي، مش مجرد شهر وصورة وخلاص. وعلشان تبني شكل كتف 3D كامل، التمرين ده مهم جدا لأي جسم شكله رياضي ومتناسق. أول عضلة واللي هي فرونت ديلت يا صديقي اللي بتساعدك ترفع ايدك لفوق، تشتغل كمساعدة في تمارين الضغط وفي أي تمرين تاني في جسمك. بس لو عايز تمرنها بشكل مباشر اعمل تمرين دمبل بريس سيتد. خلي ظهر الكرسي بزاوية حوالي 75 درجة. استخدم الدمبلز بدل البار علشان المدى الحركي يكون أطول. ارفع الوزن لفوق في خط مستقيم من غير ما تخليهم يلمسوا بعض. وافتكر معايا كده يا صديقي أول مرة شلت فيها دمبل كان إحساس بسيط جدا، بس كان وعد إنك تبقى أقوى. النهاردة بقى احنا بنحقق الوعد ده سوا وانت موجود معانا. وده كان التمرين العادي بتاعنا، لكن لو عايز تحمي نفسك اكتر من الاصابات اعمل التمرين وانت ضم الدمبلز قدامك. خلي الحركة صغيرة من غير ما تفرد كوعك على الجنب، واول ما تحس بالعضلة شغالة انزل تاني. والعضلة دي صغيرة جدا يا صديقي، ما تحاولش تزود الوزن جامد ان ده ممكن لا قدر الله يعمل لك اصابة واحنا خايفين عليك يا صديقي. خليك في تكرارات عالية من 15 ل 20 عدة مثلا. خليك دايما فاكر ان الكبير مش هو اللي بيشيل وزن اعلى. اوقات السيطرة والذكاء في الاداء هما اللي بيصنعوا جسم اقوى وفي نفس الوقت شكله احسن. ممكن كمان تبدل بين ايد والتانية علشان تحافظ على الشد العضلي وفي وقت اطول. ونصيحة ركز فيها جدا هقولها لك للفرونت ديلت، العضلة دي بتفضل شغالة اصلا في تمارين تانية زي الصدر. فخلي بالك انك محتاج تركز اكتر على الميدل ديلت رير ديلت علشان التوازن. زي ما حياتك كلها محتاجة توازن جسمك كمان محتاجه. خليش عضلة تسبق التانية. تمارين الميدل ديلت يا صديقي يفضل معاها الريسز، واحسن التمارين يا صديقي هي الدمبل سايد ريسز. ضم لوح الكتف واتني كوعك بسيط جدا، مهم انك ترفع بالكوع ما ترفعش بايدك. وفي اخر الحركة لف صباعك الصغير لفوق كأنك مثلا بتصب في كوباية مية. بس خلي بالك يا صديقي لو رفعت زيادة في الوزن ده ممكن تأذي كتفك جامد، فخلي الوزن ما يطلعش اعلى من المستوى الكتف. كمان اوقات الحاجات البسيطة اللي زي كده بتفرق وبيحصل اصابة بسببها. فانت خليك ذكي وركز على انك تفيد نفسك قدر الامكان. مدربين
كتير جدا بيقولوا اعمل التمرين ده وانت قاعد علشان تظبط الجسم. ده فعلا اللي احنا محتاجين نعمله. جسمك بيهتز كتير ومحتاج يتثبت في حاجة. الدمبلز بيزود الحمل في اخر الحركة وده ممكن يعمل لنا اصابة لا قدر الله، لكن الكيبل بيحافظ على الشد طول الحركة. واحلى فكرة للميدل ديلت هي استخدام الكيبل. خد الكيبل بين رجلك زي ما انت شايف وميل في اتجاه اللي بترفع فيه الوزن. كده يا صديقي هتستهدف العضلة بشكل مباشر وبأكتر شدة. دايما في حل أذكى وأهدى. التمرين مش بس عضل، التمرين ده فن، وانت طالما مع ورك اوت ان فيت فانت دلوقتي فنان زينا. دلوقتي هنبدأ نشتغل على العضلات المخفية تحت الكتف اللي بتحميه من الإصابات. الرير ديلت ناس كتير بتنساه بس هو مهم جدا علشان يعمل توازن مع الفرونت ديلت ويكمل شكل الكتف 3D. ممكن يشتغل كمساعدة في تمرين زي السيت درو، وعلشان تستهدفه صح اعمل بنت اوفر دمبل فلاي. اتني رجلك وثبت ظهرك وارفع بالكوع علشان توصل للرير ديلت. خليك زي ما قلت لك في تكرارات عالية مش وزن تقيل، وبالذات في الكتف. لو عملت التمرين ده وانت قاعد هيكون افضل ليك وهتحافظ على ظهرك من الإصابة، وهنقدر نركز اكتر على العضلة نفسها. وكمان تقدر تعملها على الانكلاين بنش وتظبط الزاوية على حسب راحتك وتستهدف العضلة، وكمان تحافظ على ظهرك من الإصابة. كل التمارين دي بتكون بالدمبلز علشان تقدر تحافظ وتفتح كوعك كويس وتشغل الرير ديلت كويس كمان. وخلي جسمك شريكك يا صديقي، اوعى تعتبره خصمك. التعامل معاه بحب وذكاء هو اللي هيخلي فيه نتائج وهيفيدك في حاجات عمرك ما كنت تتوقعها. واحلى هاك دلوقتي هقولها لكم للرير ديلت هو انك تستخدم ماشين فلاي بالعكس. ده بيخليك تشتغل على العضلة مباشرة وفي نفس الوقت تحمي ظهرك من الإصابة. العضلات اللي تحت الكتف دي يا صديقي أهم حاجة إننا نحافظ عليها وما يحصلهاش أي إصابات علشان هتقعدك بالشهور في البيت. وخلينا نركز على العضلات اللي قدامك دي، هما اللي بيدعموا كل عضلات الكتف حرفيا، ولو تجاهلتهم ممكن تتصاب وساعتها جسمك كله هيتأثر. علشان كده دايما الإحماء مهم جدا، ده اللي أنا بقوله لكل العملاء عندنا وبالذات قبل أي تمرين للكتف. وفي تمارين مخصصة زي تمرين الفول كان، كتافك لتحت زي ما انت شايف ولوح الكتف مضموم، وارفع وزن خفيف في الأول لمستوى راسك. وزي أي مبنى بيتبني لازم يكون ليه أساس. عضلات الكتف يا صديقي محتاجة دعم تحت العضلات نفسها علشان تبنيها فوق صح. والعضلة دي كمان بتتحكم في دوران دراعك لبره. اقعد على الدكة واسند كوعك على رقبتك زي ما انت شايف، واستخدم دمبل خفيف تطلع بيه وتنزل بيه. ابدأ بمجال حركة صغير زي ما انت شايف ووسع مع الوقت. متوصلش للفشل العضلي في اول مجموعة لانها عضلة صغيرة، وخد بالك انك تديها وقت كافي للراحة قبل ما تتمرن ظهر او بايسبس. واوعى تستعجل يا صديقي، لان التقدم الحقيقي بيجي بالبطء والحكمة، عمرها ما كانت بالسرعة بس. باختصار يا صديقي، الفرونت ديلت للبريسز، والميدل ديلت للريسز، والرير ديلت دي بتكون للفلايز. التركيز في التمارين دي مهم جدا يا صديقي،
وهيديك شكل كتف خرافي حرفيا. الفرونت دلت يا صديقي بيشتغل فيه يوم البوش، والرير دلت بيشتغل تقريبا يوم الظهر. ممكن تقسم جدولك كده وتدمج الكتف في الايام دي. الذكاء في التخطيط يا صديقي هو اللي يخليك تفضل ثابت، مش بس في الجيم، ده في حياتك كلها عموما، وهو اللي هيخليك تتقدم. يعني يوم البول تتمرن ظهر زائد الرير دلت زي الماشين رو، ويوم البوش هتتمرن صدر زائد الفرونت دلت. كده يا صديقي هتشتغل المجموعات العضلية اللي بتساعد بعض في نفس اليوم، وتركز على القوة والحركة بشكل متكامل. احنا مش بس بنبني عضلات بس يا صديقي، احنا بنبني طريقة تفكير وانضباط وشخصية، واللي بيوصل لآخر تمرينه بيقدر يوصل لأي حاجة في حياته. ولو عايزنا نساعدك توصل لجسمك المثالي بمتابعة طبية وطقم طبي وطقم رياضي، بعت لنا كلمة اشتراك على رقم الواتساب ده، وهنتابعك طبيا ورياضيا طول فترة اشتراكك.